اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بيكم النهاردة إن شاء الله يوم جديد وفيديو جديد. هنعمل مع بعض الجاتو بالشوكولاتة، حاجة كده الأطفال كلهم بيحبوها وأكتر الكبار برضو بيحبوها، مش هتتكلف كتير إن شاء الله. النهاردة أنا جيت أعمل الجاتو ده، كل الأولاد اتلموا حواليا، وممكن انتوا تشوفوهم كمان لو في آخر الفيديو وأنا بشتغل هتبصوا تلاقوا ايديهم كده حواليا. كانت حاجة جميلة جدا. هنعمل الجاتو بمقادير بسيطة، ممكن تكون في حاجات عندك في البيت وممكن تكملي بحاجات من بره، بس هي كلها حاجات بسيطة جدا. يعني هي ايه، ما هقولكش مش مكلفة عشان ما اكذبش عليك، هي كل حاجة في الدنيا دلوقتي بتكلف. يعني لو انت جيتي تعملي شوية رز وبطاطس مقلية جنبها هتتكلف، بس يعني هي مش مكلفة قوي زي التورتات والجاتوهات اللي انت بتشتريها من بره. فبالتالي لو اولادك طلبوا منك حاجة حلوة هتقومي تعمليها، يعني تعتبر بأسعار رخيصة. طيب نشوف كده مع بعض. طبعا دي الجاتو بعد ما انا قطعته في الاخر، يعني ديت شكل الجاتو بقى في الاخر. فانا بوريهولك من جوه عامل ازاي، طبعا بالكريمه والشوكولاته. طبعا انا مش مستعمله شوكولاته اصلا، ده كاكاو خام. فهنشوف مع بعض المقادير ونبتدي مع بعض نشتغل في الجاتو ده. هتلاقيه طريقة سهلة جدا وبسيطة. أرجو إن أنت تشترك معايا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل فيديو جديد. وأرجو إن المتابعين بتوعي يزيدوا، نفسي القناة تكبر كمان وكمان علشان أقدر إن أنا أكمل. نبتدي كده مع بعض. المقادير عندي: كوباية سكر، كوباية لبن، نص كوباية كاكاو خام، كوباية زيت، كيس فانيليا، كيس كيك شيف أو بيكنج باودر عادي، 2 بيضة، كوباية دقيق، معلقة خل، وذرة ملح. كوباية سكر، كوباية لبن، نص كوباية كاكاو خام، كوباية زيت، كيس فانيليا، كيس كيك شيف أو بيكنج باودر، بيضتين، وكوباية دقيق ومعلقة خل وذرة ملح. في الأول كده هنجيب الكبة نحط فيها كوباية السكر وكوباية اللبن ونص كوباية كاكاو خام ونضربهم مع بعض. وبعدين هنحط كوباية زيت، ممكن تكون كوباية ناقصة شوية مش مشكلة، طبعا هي محطوطة على كوباية الجاتو، يعني كوباية الكاكاو. يعني كنت معايرة بالكوباية دي الكاكاو، ففي الكوباية دي شوكولاتة. فهنبتدي نحط الزيت كده وننزل في الفتحة بتاعت الكبة من فوق، ننزل تدريجيا كده بالزيت ونضربهم كلهم مع بعض. يبقى في الكبة كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية لبن، نص كوباية كاكاو خام. ممكن تستعملي كاكاو غامق او فاتح عادي مش مشكلة. كده اضربوا جامد مع بعض اهو. نجيب بقى كوباية ونبتدي ان احنا نملى كوباية كده بالكاكاو ده، بالخليط ده اهو. ده صوص شوكولاتة معايا اهو. طبعا ما تحطوش في التلاجة، احنا كده كده الجو برد وهو كده كده هيتقل يعني، وهتقيل اهوت وهيتقل كمان اهو. اركني بس على جنب وسيبي بقية الخليط كده، غطى عليه لغاية ما نشوف هنعمل ايه تاني. شيلي كده على جنب بقى، ونبتدي نجيب بولتين. بولة هنحط فيها الصفار وبولة هنحط فيها البياض بتاع البيض، افصليهم عن بعض. طبعا لو في عندك مصفى تقدري ان انتي تفصلي بيها فيها يعني تحطي البيضة فيها تنزلك البياض من تحت مش مشكلة، لكن مش كل المصافي بتعمل كده. تقدري تعمليها بايدك كده وتفصلي البياض كده عن الصفار، تحط البياض في بولة والصفار في بولة. تعالى على البياض حط ذرة ملح، وامسكي مضرب كهربائي او مضرب يدوي، وابتدي ان انت تقلبي فيه تقليب ايه، تقليب جامد يعني. نقعد نقلب كده على طول لغاية ما يتحول يبقى كده. كمان لسه لغاية ما يعمل لك ايه حاجة زي المنقار كده. يعني ممكن تقعد تقلبي فيه مثلا 5 دقايق 7 دقايق، حتى لو هتريحي ايدك دقيقتين كده وترجعي تقلبي تاني. المهم ان هو يتقلب كويس جدا. لسه عايز كمان اهو.
طبعا ايدي وجعتني وكنت عمالة اريح ايدي يعني. طيب اجيب بقى بقية الخليط اللي في الكبة ده، وننزل عليه ببياض البيض بعد ما ايه ربيته جامد. بعد كده هجيب الصفار، انا خلاص نزلت بالبياض خالص اهو في قلب الايه الكبة. وبعدين هجيب الصفار احطه في البولة برضو الواسعة دي عشان اقدر ان انا اربه كويس. طبعا صفار البيض هحط عليه الفانيليا، كيس او كيسين فانيليا كده مع البيضتين دول. ونبتدي نقلب برضو زي ما عملنا في البياض هنعمل في الصفار. طبعا لو مضرب كهربائي يبقى احسن كتير، بس لو مفيش ما نوقفش نفسنا يعني. هما الاولاد بيحبوا الكيكات والشوكولاتات والحاجات ديت، فما توقفيش الدنيا يعني علشان مفيش مضرب كهربائي او حاجه. اعملي بايدك كده اهو هيبقى زي الفل معانا. وبعدين برضو نفس الموضوع هنضيفه على الخليط اللي في الكبه. يبقى الكبه دي فيها سكر ولبن وزيت وكاكاو، ونزلنا بالبيضتين. الصفار في بولة بعد ما ربناهم، والبياض في بولة بعد ما ربناهم، بعد ما ضفنا ملح وفانيليا. وقبل ما كنا ضفنا البيض كنا شيلنا صوص الشوكولاتة في كوباية بره. وبعدين هنضيف نص كوباية لبن في بقية الخليط اللي في الكبة، نص كوباية لبن. وبعدين هنيجي، طبعا دي بنتي اللي قصادي دي مش بنتي لوحدها اللي واقفه بصراحه، الجيران وجيران الجيران وولاد عماتي وولاد عمامي كلهم واقفين حواليا بيتفرجوا على الجاتوه. معلقه خل، معلقه خل في الكبه برضو. وبعدين هنجيب الدقيق بقى ننخله. طبعا انا محتاجه كوبايه دقيق واحده على الكميه اللي انا هعملها دي. انا نخلت كميه دقيق عندي لان انا اصلا بعد ما خلصت الكميه دي، لان وزعتها على الاولاد اللي واقفين، رجعت عملت كميه تانية لنا بقى في البيت. لان اللي انا عملته ده انا وزعته على الاولاد اللي كانوا واقفين يعني جيراننا وولاد عمتي وكده. بعدين نزلت بيه كوبايه الدقيق اهو. طبعا احنا بننخل الدقيق والبيكنج باودر، يعني انت هتضيفي كيس بيكنج باودر مثلا على الخليط ده او نص كيس بيكنج باودر على الخليط ده، انخليه مع كوبايه الدقيق اللي انت هتنخليها. نخلتهم وبعدين ضفتهم في الكبه وضربتهم جامد كلهم مع بعض. جبت صينيه مربعه او مستطيله، وبدأت ان انا بقيس كده ورقة الزبدة. طبعا هتقيسها ازاي؟ هتقلبي الصينية وتقيسها من تحت كده وتقصي وترجعي تقلبي الصينية وتحطها كده. هتجيبي سمنة او زيت وتدهني الصينية من تحت. انا حبيت ان انا ادهن زيت، بس انا بحط الكب مني جامد يعني المفروض ان كمية اقل من كده، بس مش مشكلة. عملت كده بالفرشة اهو عشان ورق الزبدة اللي عندي انا مش عارفة اذا كان هو من النوع الكويس القوي او لا. انت لو انت عارفه وواثقه ان الورق الزبده اللي عندك مش بيلزق، مش مشكله حطيه، حطي من غير زيت ولا سمنه ولا حاجه. بس يعني احتياطي حطي زيت علشان الجاتوه وانت بتقلبيه ما يبقاش لازق منك. انزلي بالخليط اللي انت عملتيه كده. ما تسيبيش حاجه بقى في الكبه خالص. طبعا الاولاد اللي كانوا واقفين كلهم هاتي يا طنط ما ناخد اللي في قلب الكبه بالاسباتيولا عايزين يطلعوا كلهم يدوقوه. طبعا هو كله شوكولاته وكده يعني، طعمه حلو يعني، بس عشان هو فيه بيض طري فانا اصلا رحت حاطه الكبه تحت بعد ما خلصت خالص. يعني انا خلصت الخليط ده من الكبه ورحت عامله مكانه الكريمه اصلا. وبعدين رحت غاسله الكبه على طول عشان ما حدش ياخد حاجه من قلبها، علشان هي في قلبها كان بيض ني وكده. وبعدين سخنت الفرن طبعا قبل ما اخلص ب10 دقايق، وكنت عامله درجه الحراره فيه على 250 اعلى درجه عشان يسخن قوي. وبعدين هديت درجه الحراره على 200 ودخلت الصينيه الفرن وظبطتها على نص ساعه. وطبعا تحطيها على الرف الوسطاني وتقفلي عليها كويس علشان تاخد وقتها في الفرن. بعدين جبت الكبه وهي مكان الصوص الشوكولاته كده، رحت حاطه فيها كيس كريمه. كيس الكريمه اللي انا بستعمله ده اللي هو دريم جميل يعني، احسن نوع تقريبا. حطيت عليه نص كوبايه ميه متلجه. ممكن تعملي ميه متلجه او لبن متلج، المهم ان هو يكون سقعان قوي بحيث ان هو ايه يخلي الكريمه تربط كده مع بعض.
طبعا حواليا الايدينات اللي حوالينا دي اللي انا بقول لكم الاطفال الصغيرين. بصوا يا دوب دقيقة واحدة وكانت الكريمة رابطة خالص. انا هوري لكم القطعة اللي انا بعمل بها الكريمة في قلب الكبة. يعني ده بصراحة يعني اختراع، بدل ما كنا بنقعد نعمل بالمضرب اليدوي وكده. ما شاء الله عليه، يعني قطعة جميلة جدا في الكبة بصراحة. عملت الكريمة في ثواني اهي. هي دي القطعة جميلة جدا في ضرب الكريمة. لو حد عنده مش عارف يعني استعملها ايه. حتى كان في واحدة صاحبتي كانت قاعدة معايا وانا بعمل الجاتو ده، بتقول لي مش ده بتاع التوم؟ لا، بتاعت التوم واحدة تانية، اللي هي انا يعني ما جاتش فرصة ان انا اوريها لكم دلوقتي في ال في الفيديو. لكن هي قطعة تانية بتاعت التوم، لكن دي مش بتاعت التوم، دي بتاعت الكريمة او خفق الحليب وكده. طبعا كيس الكريمة عمل معايا كمية حلوة اهو، هتكفي وهتفيض كمان. طبعا البني اللي عليها ده صوص شوكولاتة يعني، بس مش مشكلة، شوكولاتة حلوة برضه. لو انت مش عايزة بقى ان يجي عليها شوكولاتة خالص وتبقى لوحدها كده بيضة خالص، يبقى اغسلي الكبة بقى من الصوص الشوكولاتة اللي فيها. خلاص هاخدها بقى احطها في التلاجة اللي هي الكريمة دي، والصوص الشوكولاتة برضو معمول ومحطوط على جنب، والصينية في الفرن على درجة حرارة 200، وظبطها على نص ساعة وحطها في الرف الوسطاني بتاع الفرن. كده كل شيء تحت السيطرة. نبص على الفرن بقى. ما شاء الله خلاص هي استوت اهي. طبعا الجاتو ده مش بيفنش زي الكيكة. يعني الكيكة بتبقى فانشة قوي كده هشة، لكن الجاتو هو هش وكل حاجة بس رقيق، لان انت كده كده هتحط طبقتين فوق بعض. فخلاص هو كده خد وقته خلاص وطلعته. اسيبه يبرد، اسيبه يبرد مثلا ربع ساعة ولا حاجة. انا جبت الصينية بقى بصراحة يا جماعة، انا ما بعرفش اشتغل الا على الصينية. يعني مهما تقولوا بقى وعلى الرخامة مش عارفة، ما بعرفش اشتغل الا على الصينية عشان ما بهدلش الحتة حواليا. بعمل عليها كل حاجة وبعدين اغسلها. بص، تنظيف سمك، تقطيع تورته، اي حاجه لازم على صينيه. يعني انا عندي كذا صينيه، يعني بستعمل الكذا صينيه دول في حاجات كتير. اعمل محشي، اعمل سمك، اعمل اي حاجه لازم احط الصينيه وابتدي اقطع عليها واخلص خالص وبعدين افضيها واغسلها. جبت الصينيه اهو، ابتدي اقلب كده. طبعا قسمتها بالنص بالظبط، قست كده بايدي قطعه الجاتو ديت. خلي بالكم انت ممكن تعملها بالمسطره او بحته خيطه، اي حاجه ان انت تقسميها يعني. انا عملتها بايدي كده. انت كده كده مش هتقدمها لحد، يعني انا عاملاها للاطفال يعني. وجبت حبة يعني معلقة صوص شوكولاتة من الكوباية اللي كنت حطاها، وعليها شوية مية وقلبتهم. وبعدين هنزل بيهم على الجاتو كده عشان يطرى معايا. بس في حاجة بقى، في خطوة. الطبقة اللي فوق دي بتبقى مقرمشة شوية. المفروض ان انت بتجيب السكينة مشنشرة كده وتشيل الطبقة اللي فوق دي قبل ما تحط الكريمة. انا بقى يعني المفروض ان انا بشيلها، بس انا في اليوم ده نسيت اشيلها بصراحه، وهي كانت عاتيه قرمشه للجاتو. لو انت عايزاه بقى انه يطلع جاتو زي المحلات مش مقرمش، طبعا هتشيل الطبقه اللي فوق دي. انا ما عملتها تاني مره شلت الطبقه، فما كانتش مقرمشه من جوه، كانت طريه وكل حاجه. فبصراحه وانا بحطها، لان الاولاد كانوا حواليا لابخني ويلا يا طنط مش عارفه، عايزين ندوق يا طنط مش عارفه ايه. فنسيت الطبقه اللي فوق دي ان انا اشيلها بالسكينه المشنشره، والسكينه جنبي ومجهزاها. رحت على طول حاطه الكريمه من قبل ما اشيل الطبقه المقرمشه دي. فانت تاخدي بالك تشيل الطبقه المقرمشه اللي بتبقى فوق، اللي هي اللي هي المفروض تبقى تحت الكريمه دي. ما تكونش في طبقه مقرمشه، المفروض تشيليها. طيب طبعا هي مش حاجه وحشه يعني ولا حاجه، بس بتبقى عاديه قرمشه. وبعدين نزلت بكميه الكريمه اللي عندي اهو، حطيتها في النص، وبعدين حطيت الطبقه التانية، وبعدين حطيت من فوق. طبعا تقدري تحطي الكريمه في كيس حلواني وتبتدي تزوقيها فوق الايه الشوكولاته برضو بعد ما تحطيها. انا نزلت بيه الشوكولاته، طبقه الشوكولاته. طبعا المعلقه فيها كريمه برضو، لو انت عايزه الشوكولاته تنزل شوكولاته بس من غير ما تكون متلخبطه عليها كريمه، اعملي بمعلقه تانية او اغسلي المعلقه من الكريمه. انا بالنسبه لي مش مشكله، هي كده كده الاطفال هتاكلها على طول. فلو انت هتقدمي لضيوف او في مناسبه او اي حاجه، ظبطي شغلك ان ايه، تبقى الكاكاو بمعلقه لوحدها، اللي مش عارفه ايه بمعلقه لوحدها، بحيث ان كل طبقه تبقى لوحدها.
لكن انا بالنسبه لي مش مشكله، لان كده كده الاطفال بتحب الشوكولاته والكريمه مع بعض، مش مشكله، فاهميني طبعا كده. وبعدين هحط طبقه تانية من الشوكولاته اهي. طبعا احنا بعد ما نخلصها هنحطها في التلاجة قيمة نص ساعة مثلا، فالشوكولاتة دي هتبرد كده على الجاتوه من فوق، وهيديكي شكل جميل جدا اهو. وبعد ما تجمد بقى تبقى تسوي الطراطيف بقى بالسكينة يمين وشمال كده، تروحي مسوياها وتروحي مقطعها بقى وكده. لو انت بتقدمي بقى الناس كده مثلا ضيوف او حاجة، ظبطي بقى ايه بالسكينة كده حواليها، وخلي القطعة شكلها حلو كده. والله انا وانا واقفة اصلا ما قعدتش، وانا واقفة كده بعد يعني انا شلتها حطيتها في التلاجة شوية تبرد، كانوا كلهم واقفين حواليا. بعد ما خلصت، بعد ما بردت وخرجت وانا بقطعها وزعتها عليهم هما واقفين، فما لحق يعني ما لحقتش بقى، مش محتاجة زواق، مش محتاجة تزيين، مش محتاجة اي حاجة اهي. شوفوا بقى دي شكلها بعد ما حطيت عليها الصوص. طبعا من كل ناحية بقى هي عايزة تتظبط. طبعا تحتها ورق الزبدة لسه انا مشيلتوش. ما شاء الله كانت جميلة جميلة يعني. لسه ما سويتش الطراطيف ولا شلت اي حاجة، مفيش اي زوايد اتشالت، هي لسه زي ما هي. هشيلها بقى احطها على رف التلاجة لمدة نص ساعة لغاية ما تبرد معانا خالص. هطلعها كده، طلعتها كده، شلت ورق الزبدة بقى. هشيل بقى ورق الزبدة ده، او انا هقطعها بتهيألي على ورق الزبدة، والله ما انا فاكرة. بتهيألي هقطعها وهي على ورق الزبدة واحطها في طبق. هتجيب بقى سكينة كده بس مشنشرة عشان تقدري تقطعيها، وهتجيبي طبق كده. طبعا ربنا يا رب ما يحرمناش من لمة الأطفال ولا لمة الأحباب حوالينا. طبعا لولا ان الأولاد بيحبوا الواحد أو مرتبطين بيه ما كانوش وقفوا حواليا. يعني لو أنا مثلا ب... يعني بزعق لهم أو كده، ما كانش حد يعني جه وقف حواليا ولا حاجة. لكن أنا يعني الحمد لله بحب الأطفال أصلا. فيعني أطفال الجيران، أطفال أولاد أعمامي، أولاد عماتي، أي حد بيجي يقف أنا ما بشخطش في حد ولا بزعق لحد. ولا اللي عايز يجي يقف يقف، واللي عايز يتفرج يتفرج، واللي عايز يدوق يدوق. انا لو هقوم اعمل مخصوص علشان الاولاد يعني. فربنا يا رب ما يحرمناش من لمتهم حوالينا. وطبعا دي حاجة اسمها جبر خواطر. وفي طبعا انا ماشية دايما على مبدأ ان من صار بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله في جوف المخاطر. من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. ممكن ربنا علشان انت تجبري خاطر طفل صغير، ايا كان هو قريبك ولا جارك ولا ما يبقالكيش اي حاجة خالص، بصراحة ممكن ربنا يجبر خاطرك في حاجة يتعجب لها اهل السماوات والارض. انا طبعا قطعت الجاتو اللي قدامي ده على 9 قطع، تقدري تعمليها على اقل من كده او اكتر من كده زي ما انت عايزة. طبعا بقى ما هتصغري القطعة او هتكبريها. طبعا انا دول 9 قطع، انا كان واقف حواليا 90 واحد. يعني دي انا مش عارفه يعني انا هوزع لهم ايه بصراحه. انا وقفت بقيت محتاره مش عارفه اعمل ايه. بقيت اقسم كل قطعه على 2 والله اولادي كانوا واقفين مضايقوا حاجه. فعشان كده قمت عملت تاني. يعني انا عملت حتى صورت برضو الفيديو التاني. فوزعت دي على الاولاد الصغيرين خالص الاطفال، والكبار بقى قلت لهم استنوا شويه انتوا عليكم الاستحمال، وعملت تاني. وكان بصراحة طعمه جميل جدا. من جوه كده كان في قرمشة عشان الطبقة اللي انا ما شلتهاش، انت تقدري تشيليها عادي. وطعم الشوكولاتة فيها جميل جدا، مع ان ما استعملتش اي شوكولاتة خالص. انا جبت كاكاو خام. والله الحبة اللي انا حطيتهم دول ب10 جنيه كاكاو، يعني مش حاجة كبيرة يعني. حطيت عملت صوص الشوكولاتة من فوق، كانت مغطياها خالص وغرقانة بصراحة. عايزة بقى تضاعفي الكمية، عايزة تعملي كمية اكبر، ضعف الكمية اللي انا عملتها بالظبط. يعني بدل ما تعملي كوباية لبن تعملي كوبايتين، بدل ما تبقى كوباية سكر تبقى كوبايتين، وهكذا كده.
ما شاء الله كانت جميلة. طبعا تقدري تعملي الكريمة في كيس حلواني وتزيني الجاتوه من فوق. تقدري تجيبي فراولة، تقدري تجيبي اي فاكهة تحطيها، كريز مثلا، تقدري تجيبي فرماسية، تقدري تجيبي فواكه مجففة، اي حاجة تقدري تحطها عليها من فوق بتزينيها. طبعا ما كانش عندي اي وقت خالص ان انا ازين حاجة ولا اعمل حاجة، هي كده كده اتاكلت على طول يعني عشان الاطفال الصغيرين وكده. بس تقدري انت بقى لو هتعمليها بروقان بقى كده ومش حد حواليكي، تقدري انت تزيني وتعملي اللي انت عايزاه. دي شكل كده الجاتوه بعد ما عملته. طبعا جاتوه اقتصادي جميل جدا، مفيش فيه اي حاجه، سهل جدا جدا. ما خدش في ايدي اي حاجه غير تسويه الفرن يعني. وقفت عملته في الكبه وعلى ايدي في البولات وكده. يا دوب كان الموضوع 10 دقايق، في الفرن نص ساعه. هنعمل ان شاء الله فيديوهات تانية يعني انواع جاتوهات تانية باذن الله، باطعم مختلفة باذن الله. ان شاء الله يكون الفيديو النهاردة عجبكم وتعجبكم كل الوصفات اللي انا بقدمها في القناة. وان شاء الله كل يوم ان شاء الله هنقدم فيديوهات جديدة ووصفات جديدة. وكل سنة وانتم طيبين. وبذكركم تاني ان انتوا تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وما ننساش اخواتنا في غزة ان احنا ندعي لهم ربنا يخفف عنهم ما هم فيه ويرحم شهدائهم، اللهم امين يا رب العالمين. وبالهنا والشفا للي اكل اي حاجة، وبالهنا والشفا على قلوبكم كلكم، وتصبحوا على خير.